وهذا هو بالضبط ما هو اللي ظاهر في اليمن. الأخت غدير الشرعبي تناشد كل حر يمني شريف. اسمعوا معي هذا الفيديو. عيوني طلعت روحي مش قادر يعني اتنفس، يعني ما بحس مدمر، وضع النفس مدمر، يعني مش قادر عشان انا ما بفكرش انا كيف بعيش، انا ما اقدرش افكر للمستقبل انا كيف بواصل حياتي، انا ما بقدرش اواصل حياتي وحقا ما ناخدش. احنا بدينا بالقانون من قبل وقوع الحادث، واحنا بدينا بالقانون، لو وقت وقوع الحادث طويل الوقت احنا نمشي بالقانون. أنا بشتكي مرة ومرتين و10 ما حصلش حد ينصفه. أبي مين من طول حياته هو جالس يدافع علينا، يربينا ويكبرنا ويعلمنا ما قدرناش ناخذ حقنا. أبي اللي قتل بيننا. ليش يا ناس ليش؟ ما باقيش رجال داخل تعز، ما باقيش ولا واحد في بلا رجولة ولا شيء. معقول كده متسترين على 40 يوم ندوروا ما احناش دارين فينا يا ناس؟ ايش تفهم حاجة بس؟ معقول يعني أنا لما القى القانون يا إما أجلس طول حياتي بمشاكل وتهديدات، ولما مدهم بسلاقة مسلم؟ ليش؟ الأول والأخير نقول حسبنا الله على كل من يشتي يشوه صورة اليمن أمام الناس. ولا تنساش تشير الفيديو عشان يوصل لأكبر من عدد من الناس كي يتضامنوا مع هذه الأخت المظلومة. وغدير أخت كل يمني شريف. تحياتي لكم.